مرحبا. اليوم رح اعمل معكم البيكاتا طريقة سهلة كتير. طبعا انا جبت هاي اللحمة شوي طلعت سميكة، فرح احاول هيك ارصها شوية بالمطرقة حتى اخففها من سمكتها. طبعا هلا رح انشفها، احاول هيك اتخلص من المي الموجودة عليها. شفتها بورق فاين المطبخ على الجهتين. بس رح اضيف عليها رشة بسيطة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وراح اقلبها على الجهة التانية وارش نفس الشي، رشة بسيطة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الاسود. مثل ما انتوا عارفين انه لحمة الستيك لازم تكون رقيقة شوي وعليها شوية دهنة. جهزنا اللحمة، حطيت المقلة على الغاز، حطيت عليه شوية من الزيت النباتي وبلشت اوزع بقطع اللحمة بالمقلة. طبعا بدي اياهم هيك اللحمة تاخد صدمة حتى تحفظ السوائل داخلها ما تنشف. قلبها هلا على الجهتين، مجرد تشويحة بسيطة. بعد ما قلبتهم راح اضيف هلا معلقة من الزبدة. بوزع الزبدة على المقلة حتى تتنكه كل اللحمة بنكهة الزبدة. بقلبهم على الوجه الثاني. راح اشيل هلا القطع اللحمة احطهم على جنب، ونفس المقلة راح اضيف عليه معلقة من الزبدة لاني بدي اضيف عليه الفطر. طبعا عندكم فطر طازة ممكن تضيفوه، انا عندي المعلب اضفت علبة. طبعا بعد ما غسلتها وتخلصت من كل المواد اللي داخلها المادة الحافظة، راح اضيف هلأ معلقة من الطحين واضيف عليهم كاستين من الحليب السائل. عندك كريمة الطبخ ممكن تضيفيها. اضفت انا هون كمان معلقة من القشطة علشان يصير عندي مثل طعمة الكريمة. الحليب والقشطة بيعطينا نفس نتيجة القشطة الكريمة. حركناهم مع بعض واضفت شوية من الملح وشوية فلفل اسود. طبعا بعد ما غليوا معنا رجعت قطع اللحمة حتى يكملوا استوى مع الفطر والكريمة. رح هدي النار هلأ تحتهم واضيف، شوفوا السائل هذا رح ارجع اضيفه لانه هذا من عصارة اللحمة. اتركهم يتطبخوا شوية مع بعض. نيجي هلأ لتحضير الرز اللي راح اقدمه جنب البيكاتا. عندي هون معلقتين من الزبدة، اضفت علبة من الحمص طبعا مستوي، وراح ابرش عليه راس بصل فرمته فرم ناعم، واضفت الملح والفلفل الاسود. حركتهم مع بعض وراح اضيف عليهم هلا. انا هون عملت كاستين من الرز الحبة الطويلة، غسلته كتير كويس واضفته فوق الحمص. حركتهم مع بعض. هلا راح اضيف عليهم المي النار واتركهم حتى يستوي. طبعا مثل ما انتم عارفين انه البيكاتا بيقدموها مع المعكرونة، انا اليوم حبيت اقدمها مع الرز. هاي هون الرز بورجيكم قرب يستوي والبيكاتا صارت جاهزة. اضفت لها هون شوية مي حتى هيك يكون عندي سائل شوي. هنا بلشنا بمرحلة التقديم. طبعا هاي احلى مرحلة اللي هي انه خلاص خلصت الطبخة هيك وبلشنا نقدم فيها، وصحتين وعوافي. جربوها وراح تحبوها بصراحة، طلعت طعمها كتير طيب. بتمنى اذا وصلتوا لهون
لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، وضروري مثل ما قلت لكم اللايك لانه بيرفع الفيديو. وشكرا لكم.